أيام قليلة تفصل الجزائر عن استضافة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. عرس إفريقي أعدت له الجزائر العدة من أجل إنجاحه وإخراس أفواه المشككين في قدرة البلد على استضافة أهم بطولة إفريقية للاعبي القارة السمراء. نجاح الجزائر في تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط ونجاحها المنتظر في استضافة الشان يبدو أنهما أزعج بعض الأطراف التي تريد الاصطياد في المياه العكرة، خاصة رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع الذي عاد مرة أخرى لهوايته في التطاول على الجزائر، وهذه المرة بتهديده بمقاطعة الشان في حال رفض السلطات الجزائرية السماح لبعثة المنتخب بالولوج إلى المجال الجوي المغلق بين البلدين منذ أكثر من سنة. خرجة بيدق النظام المغربي يمكن وضعها في خانة التشويش على الجزائر عشية رفع الستار عن بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بحضور شخصيات رياضية كبيرة يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، وكذا رئيس الكاف الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي الذي أكد في تصريحاته الأخيرة أن الجزائر ستقدم أحسن نسخة للشان منذ انطلاقها عام 2009. عراب الفساد في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدرك جيدا أن قراره الأخير مجرد زوبعة في فنجان، لأن الهيئة الكروية الإفريقية لن ترضخ لهذه الممارسات المشبوهة، فالأمر بعيد كل البعد عن المجال الرياضي ولوائح الفيفا تمنع التدخل السياسي في الرياضة، والعكس صحيح. نجاح الجزائر المسبق في احتضان الحدث الكروي الإفريقي المنتظر أعمى بصيرة فوزي لقجع الذي بات يحاول ليل نهار إفساد العرس بتصريحات وقرارات غريبة، ما يؤكد خشيته من تضييع فرصة احتضان كان 2025 لصالح الجزائر، والتي ستكون آخر مسمار في نعش رمز الفساد في القارة السمراء.